كم مرة موظف اترفض في شغلانة لأنه ما عندوش الخبرة الكافية أو المهارات المطلوبة للشغلانة مع العلم إنه ممكن يتعلمها؟ وكم مرة حصل العكس، موظف اترفض لأنه over qualified، عنده المهارات والخبرة بس كبيرة، فبيبقوا خايفين إن الشخص ده ما يجريش معاهم، ما يبقاش عنده الحماس إن هو يجري مع الشركة. طب تعرف إنه فيه قصة مشهورة عن مارادونا سنة 1985 مع نابولي؟ المدرب بتاعه قال له انك لازم تلتزم بالمكان بتاعك، بلاش بقى المهارات والترقيص والقصة دي، كرة تجيلك سلم استلم، التزم بمكانك، ساعد الفريق، فول ستوب. مارادونا سمع الكلام، كان يجيله الكرة يسلم الكرة من هنا لهنا، مفيش مهارات مفيش حركات مفيش اي حاجة. المباراة خلصت من غير ولا جول. جم الصحافة والناس بيسألوا مارادونا هو ايه اللي حصل، ما جبتش اجوان ليه؟ قال لهم انا سمعت كلام المدرب، قال لي سلم استلم، بلاش مهارات بلاش ترقيص بلاش حركات، عملت كده. مع العلم انه مارادونا عنده المهارات والخبرة الكافية اللي تقدر تخليه يجيب اجوان، بس ما كانش عنده الدافع او الموتيف اللي يخليه يعمل كده، لانه كان بيسمع كلام المدرب. طب تخيل معايا شركة اسمها أتلاسيان اللي هي عاملة أدوات زي جيرا. الشركة دي طلبت من الموظفين بتوعها طلب غريب شوية، قالوا لهم انتوا هتاخدوا يوم كامل اوف، مش هتشتغلوا في الشغل، لكن اليوم ده انتوا هتقعدوا تفكروا في مقترحات وتطويرات على البرامج دي، بس بشرط اللي هيفكر في حاجة يعرضها قدامنا. النتيجة ناس عملت أفكار جميلة جدا، وفعلا في أفكار كتيرة منها اتنفذت في البرامج دي وطورتها. بس الغريب انه الناس اللي طورت أفكار ما كانوش بس الناس الشاطرين تقنيا، لكن اللي قدموا أفكار حلوة وقوية وقابلة للتطبيق كانوا نوعين. النوع الأولاني دول الناس اللي عندهم مهارة عالية جدا وعايزين يشتغلوا. النوع التاني ناس ما كانتش مهارتها وخبرتها عالية قوي، ولكن كان عندهم الحماس ان هم يقدموا حاجة ويطوروا البرنامج. اما الناس اللي كان عندهم مهارات وخبرات عالية بس ما عندهمش حماس او مش فارق معاهم، دول ما قدموش اي حاجة اصلا. وهنا ده خلى مديرين كتير وشركات كتير تبدأ تفكر وتسأل سؤال، ايه السبب؟ ايه اللي يخلي شخص عنده مهارة يعمل حاجات، وايه السبب اللي يخلي شخص ما عندوش المهارات والخبرات بس في نفس الوقت ينجح؟ ايه الموضوع ده؟ هنا بيجي مفهوم الإدارة اللي هنتكلم النهاردة عنه في قهوة المندوبين، وهو سكيل ويل ماتريكس. دي مصفوفة أو ماتريكس بسيطة ولكنها بتجاوب على السؤال ده، وبتفسر ليه في موظف عبقري وعنده الخبرة الكافية بس مش ناجح قوي وبيعمل على قد المطلوب منه، وليه في موظف عنده مهارات وخبرات قليلة أو متوسطة ولكنه مكسر الدنيا. خلينا نفهمها مع بعض. أهلا وسهلا بيكم، معاكم ريمون إبراهام وحلقة جديدة من قهوة المندوبين. هات كوباية الشاي أو كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا ندردش. أولا خلينا نعرف يعني إيه السكيل ويل ماتريكس. ببساطة دي مصفوفة أو ماتريكس بيستخدموها الشركات والمديرين، وحتى أنت شخصيا ممكن تستخدمها مع نفسك، مبنية على حاجتين. الحاجة الأولانية هي السكيل، المهارات أو الخبرات. هل أنت أو الموظف عنده المهارات والخبرات اللي فعلا تؤهله وتنجحه في الشغلانة ولا لأ؟ تاني جزء فيها هو الويل، الحماس أو الطاقة. هل عندك الطاقة والحماس إنك تجري وتحاول وتجرب ولا لأ؟ يعني هل أنت عايز تشتغل ولا من الآخر عايز تعمل المطلوب منك؟ زي ما احنا شايفين هيبقى 1 على الإكس 1 على الواي، ومنها بيطلع 4 أنواع بنشوفهم كلنا في الشغل. يا ترى أنت مين فيهم؟ وهل لو أنت مدير هل ممكن يكون عندك قنبلة موقوتة في وسط فريقك وأنت مش عارف؟ تعالوا ندخل في ال4 أنواع دول ونعرفهم واحد واحد.
النوع الاول هاي سكيل هاي ويل، ده الستار، ده الشخص الموهوب المتحمس. ده افضل نوع وده الاسيت بتاع اي شركه انها تحافظ عليه. هاي سكيل هاي ويل ده ممكن يكون موظف لسه ناقل الشركه جديد، عنده خبرات وعايز يثبت نفسه. الشخص ده تلاقيه متحمس، عايز يجري، شاطر، بياخد مبادرات وبيقول عايزين نغير كذا ونجرب كذا. انت دورك هنا كمدير تعمل ايه؟ ببساطه سيبه يشتغل، سيبه ينجح، وفر له البيئه اللي هو عايزها علشان ينجح. في دراسه من جولاب سنه 2020 عن الموظفين المتحمسين، لقوا ان التيمز اللي فيها موظفين انجيجد وداخلين مشتركين في القرارات ومشتركين في الكلام ده بتنجح وانتاجيتها بتكون اعلى 21%. يعني الناس دي اللي هي هاي سكيل هاي ويل لازم تديهم حريتهم، تثق فيهم، تديهم ديليجيشن، تكبرهم وتديهم تحديات وتشركهم معاك في القرارات. مش تفضل فوق راسهم وتقعد تقول لهم اعمل ده، عملت ده ولا لسه، طب ده خلصت فيه ايه. بلاش مايكرو مانجمنت للناس دي. تاني نوع هو هاي سكيل لو ويل، ده الشخص العبقري اللي عنده الخبرة والمهارات بس مطفي. ده نوع صعب التعامل معاه. ده ممكن يكون موظف قديم في الشركة بس الشركة نسيته، نيشته، حطيته في حتة بعيد، ما اهتمتش بيه، ما كبرتوش. الشخص ده بيبقى عنده خبرة، عارف بروسيس الشركة، عارف ازاي يحل الحاجات من خبرته، عنده المهارات المطلوبة بس مش عايز يشتغل اكتر من المطلوب، مش هيبذل مجهود زيادة. ممكن يكون السبب بيرن اوت، ترق وظيفي، مدير، ممكن يكون الشغل بتاعه ممل، ممكن عدم تقدير، ممكن يكون فاض بيه، حاول واتكلم مرة واثنين وثلاثة وعايزين نعمل وحس ان كل الكلام اللي بيقوله ده مفيش منه فايدة. ممكن يكون كان عليه حقوق ما خدهاش، فالموظف ده بيطفي، بيقول مش فارقة معايا بقى، خلاص انا هعمل مطلوب واربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه، مش فارقة. انت كمدير دورك ايه بقى؟ دراسة في ديلويت سنة 2022 لقت انه 77% من الموظفين في فترة في حياتهم المهنية بيوصلوا لمرحلة البيرن اوت، وده بيحول ناس شاطرة جدا وعندها المهارات والخبرات لناس زي ما بنسميها كده جاية تاكل عيش، مش عايزة تبذل مجهود زيادة. انت كمدير خد بالك، لو عندك موظف زي ده في التيم بتاعك ده ممكن يسمم لك التيم كله، لأن الموظف ده خبرة، الموظف ده قديم، الموظف ده عنده المهارات ولكنه مطفي، فهتلاقي كل كلامه نيجاتيف، كل كلامه أصل ده مش عارف إيه، أصل حاولت ومفيش فايدة، هتلاقيه محبط، فهيحبط لك وهيضعف لك التيم بتاعك كله. طب أنت في الحالة دي كمدير تعمل إيه؟ في الحالة دي أنت عايز تشعل نشاطه تاني، الراجل ده عنده الخبرة، أنت عايز تطلع اللي جواه، عايزه يتحرك، عايز تحفزه تاني. ده ممكن عن طريق ان انت تغير له دوره، تديله تحديات جديدة، تبدأ توري شغله للناس وتقول قد ايه الشخص ده فعلا اسيت للشركة والشخص ده فعلا مهم. ممكن تديله في بعض الاحيان راحة، خد لك راحة كده، هدي نفسك، خد لك يومين استجم. او ممكن يكون عايز بدل مادي، ممكن يكون مظلوم في الشركة او مرتباته بره اعلى من جوه الشركة فالشخص ده اتطفى، فبالتالي ممكن يكون الفلوس عامل مهم في بعض الأشخاص. طب لو أنت شخصيا حصل معاك كده لأي سبب، لقيت نفسك حماسك اتطفى، أنت راجل عندك خبرة، راجل عندك المهارات، ولكن لظروف معينة حماسك اتطفى في الشركة دي لأيا كان الأسباب بقى، أسباب مادية، أسباب مدير، اتكلمت كتير ومفيش فايدة، حاسس إن أنت ملكش مستقبل، أيا كانت الأسباب، قرار سريع انك لازم ترجع شعلة نشاطك تاني بسرعة، سواء جوه الشركة او دور على شركة تانية. لان لو شعلة نشاطك اختفت وضعفت، حتى الخبرات والمهارات اللي عندك مع الوقت هتضعف. السوق ما بيستناش حد، السوق عايز اللي يجري بسرعة جدا. نيجي لثالث نوع وهو لو سكيل هاي ويل. ده ممكن يكون شخص فريش،
لسه متخرج عنده الحماس عايز يثبت نفسه، او ممكن يكون حد عنده خبرة بس نقل مجال جديد ما يعرفوش فعايز يثبت نفسه وعنده الحماس. ده شعاره انا مش فاهم قوي ومش عارف بس مستعد اتعلم وهعمل المطلوب. الناس دي كنز فعلا، الناس دي اسد حقيقي، لانه المهارات ممكن الشخص يتعلمها، ولكن الحماس والطاقة صعب تديهم لشخص. دراسة في هارفارد بيزنس ريفيو بتقول ان الناس اللي عندهم حماس قوي بيتعلموا اسرع بكتير حتى لو بادئين بمستوى مهارة اقل. انت كمدير تتعامل ازاي معاهم؟ التدريب بسيط جدا، الشخص ده عنده الطاقة بس عايز اللي يوجهه، عايز اللي يحطه على التراك، فوظيفتك كمدير انك تدربه سواء عن طريق الشرح او الاون جوب اكسبيرينس، انه يجرب ويقترح ويجرب هنا وممكن يغلط ويتعلم. شرح، توجيه، ومهم جدا الفيدباك. انت عملت الحاجة دي فطلعت النتيجة دي، طب لو كنت عملتها بالطريقة دي كانت ممكن النتيجة دي تبقى احسن. كنا اتكلمنا قبل كده على الستار AR تكنيك، ممكن ترجعوا تشوفوا الحلقة بتاعتها. مع الوقت اللو سكيل هاي ويل ده بيتحول لهاي سكيل هاي ويل بعد ما بيتعلم. ولكن خد بالك انه انت لو ما استغلتش الشخص ده صح مع الوقت ممكن يتحول لهاي سكيل لو ويل، وساعتها هتبقى خسرته خالص. رابع نوع هو لو سكيل لو ويل، ده الشخص اللي جاي يهرج. جاي تعز ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. اتأدب. الشخص ده بيبقى صعب جدا مع المدير، ده لا عايز يشتغل ولا عنده الخبرة ولا عايز يتعلم. ازاي انت كمدير تتعامل معاه؟ هنا انت محتاج تحط له very clear steps يمشي عليها، وتحاول مرة واثنين وثلاثة. لو ما حسيتش ان هو عايز يعمل حاجة، عايز يتعلم، بيتطور، ساعتها الإدارة بتبقى مضطرة تاخد القرار الصعب ان الشخص ده يمشي، لان ده مش مكانه. امتى نستخدم سكيل ويل ماتريكس؟ اول حاجة انت كمدير مع التيم بتاعك في حاجتين. اول حاجة ادارة الفريق بتاعك، محتاج تعرف مين محتاج تدريب، مين محتاج اسيبه يشتغل وهو عنده المهارات والخبرة والحماس، ومين محتاج احمسه واكبره علشان فعلا ارجع له حماسه. وكمان في تقييم الموظفين، بدل ما تقول الموظف ده صعب او مش عايز يشتغل، لازم تفكر هل المشكلة مشكلة حماس ولا مشكلة مهارات. لو مشكلة مهارات ابدأ علمه، لو مشكلة حماس اشتغل على قد ما تقدر انك فعلا ترجع الحماس ليه تاني. لو مشكلة الاتنين لو سكيل لو ويل، ده ساعتها انت محتاج تبدأ بمجهود اكبر وفي الاخر تاخد القرار يا يكمل يا الدور ده مش مناسب ليه. السكيل ويل ماتريكس ممكن تستخدمها على نفسك انت شخصيا، انت نفسك شوف هل انا في الدور بتاعي عندي الحماس والمهارات اللي تكبرني جوه الشركة دي، ولا انا فقدت الحماس فمحتاج ادور على حاجة جديدة، شركة جديدة، تايتل جديد، شغلانة جديدة اتعلمها، ولا انا محتاج لسه جديد فعايز اشتغل على نفسي واتعلم واخد كورسات واسأل واغلط واكبر. ازاي تطبق السكيل ويل ماتريكس؟ ببساطة اول خطوة تبدأ تقيم السكيل. هل الشخص ده او انا عندي المهارات والخبرات المطلوبة للشغلانة ولا لا؟ هل بعرف اعملها كويس؟ هل فعلا انا عندي الخبرة الكاملة والكبيرة اللي تؤهلني للحاجة دي او تؤهل الموظف ده للشغلانة دي؟ تاني حاجة الويل او الحماس، هل انا عندي او الموظف ده عنده الحماس ان هو يجري ويجرب ويغلط ويتعلم، ولا هو بس هيعمل المطلوب منه خلاص فول ستوب ومش فارق معاه يكبر بقى ولا فارق معاه اي حاجة؟ هل الشخص ده بيبادر؟ هل الشخص ده بيطلب مهام عشان يتعلم ويكبر؟ الحاجات دي بتعرفك هو عنده او انت عندك الحماس ولا لا. تالت خطوة هتحط كل شخص في المربع بتاعه. هاي سكيل هاي ويل، تفويض، اديله ديليجيشن، سيبه يشتغل. لو سكيل هاي ويل، علمه دربه. هاي سكيل لو ويل، حفزه حمسه. اخر حاجة لو سكيل لو ويل، ده محتاج تقييم جاد وخطوات واضحة. طبعا كل الناس مش ثابتة في مربع واحد، اللي كان هاي سكيل هاي ويل مش هيفضل طول عمره هاي سكيل هاي ويل، ممكن يتغير والعكس صحيح.
ممكن يروح اي مربع تاني حسب الظروف، وزي ما شفنا ممكن واحد يبقى هاي سكيل لو ويل يتحول من هاي سكيل لهاي ويل لو انت حفزته، او واحد لو سكيل هاي ويل يتعلم ويكبر فيبقى هاي سكيل هاي ويل. فهي من الاخر سناب شوت، صورة لقطة بتاخدها للموظف في الوقت ده. الخلاصة اغلب مشاكلنا في الشغل بين المدير والفريق بتاعه مش لان الناس مش فاهمة او مش عايزة تشتغل، لكن لاننا كمديرين مش عارفين هم محتاجين ايه. في ناس محتاجة تدريب، ناس محتاجة تقدير ديليجيشن، وناس محتاجة تتشال من الفريق. السكيل ويل ماتريكس هي المراية اللي هتوضح لك كل الكلام ده. دايما اسأل هل الشخص ده عنده المهارات المطلوبة، وهل هو عايز ولا لا، هل يقدر وهل عايز، هل الشخص ده يقدر يعمل الشغلانة ولا لا، هل الشخص ده عايز يعمل ولا لا. الإجابة على السؤالين دول ممكن تغير طريقة إدارتك للفريق بتاعك. افتكر انت كمدير لما يجيلك حد عنده حماس، ممكن يكون لسه خريج جديد، انك ما تقولش لا ده مش عايزه دلوقتي انا عايز حد خبرة. ممكن يكون الشخص ده هو اللي هينجح فريقك. والعكس، المثالين اللي قلناهم في الاول خالص، لما يجيلك حد ممكن يكون خبرة عالية ما تقولش ده اوفر كواليفايد ده مش هيجري، ممكن الشخص ده يكون عنده السكيل والويل اللي هتنقل شركتك وتنقل فريقك لحتة تانية خالص. ولو انت لقيت في فريقك حد كان شعلة نشاط واتطفى، بلاش المبدأ بتاع الباب يفوت جمل. وخليك فاكر المدير مش بس حكم، المدير هو الكوتش اللي بيعرف مين محتاج ايه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد. لو تحبوا تعرفوا اكتر ممكن تنزلوا تبصوا على المصادر. اكتبوا لنا في التعليقات انت شايف نفسك في انهي مربع، ورأيكم ايه، وتحبوا تسمعوا ايه في الحلقات اللي جاية. شكرا.